اهلا بحضراتكم معانا النهارده في الحياه اليوم في اول الاسبوع. لبنى بتعتذر عن التواجد النهارده، ولكن عندنا اكتر من تطور علينا ان احنا نتابعهم. التطور الاهم وربما الابرز هو اللي حصل من حوالي ساعتين، وهو الاسماء اللي ظهرت بالفعل لكي تتولى رسميا. ده المنتظر دايما. احنا كنا بنتكلم على التعديلات الوزاريه على مدى الاسبوعين اللي فاتوا او على مدى الاسبوع ال10 ايام اللي فاتوا في خلال ساعات. دلوقتي تحولت الاسماء والحقائب الى خبر حقيقي، ولكن رسميا هيتم ان هم يجتمعوا مع رئيس الجمهوريه وفقا للمعلومات بكره بعد اداء اليمين الدستوري. عندنا اكتر من تفصيل فيما يتعلق بهذه التعديلات الوزاريه. طبعا تطور الاحداث كان دلوقتي برضو العالم يتغير حتى في مصر. كان تطور الاحداث امبارح كان في تغريده أو تويتة على التويتر، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لرئيس الجمهورية، بيتكلم فيها عن أنه هذا التعديل الوزاري بيتعامل مع المشكلات الاقتصادية أو التحديات الاقتصادية. دي كانت مقدمة ما حدث، أو أنه بالفعل بدأ فيه تطور كبير. التطور الأهم هو أن كل المعلومات بتؤكد أن أرقام 5 و7 و6 و8 في عدد الوزراء اللي هيتم التعديل في حقائبهم وفي شخصيات من يتولوا هذه الوزارات. كل الأرقام دي يبدو أنها تم تجاوزها، لأنه الخبر اللي بنتكلم عنه والرقم اللي بنتكلم عنه هو 10 حقائب وزارية، 10 وزارات هيتم تغيير المسؤولين عنها. طبعا في مقدمتهم خلاف للتوقعات اللي كانت بتتم على مدى ال10 ايام اللي فاتوا وزارة الداخلية. عموما عايزين نسأل الأستاذ منصور كامل، وهو محرر شؤون مجلس الوزراء في المصري اليوم. بعد الترحيب بيه طبعا عايز أسأله عن الأسباب. برحب بحضرتك. الأسباب والأسماء. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ منصور. ازي حضرتك أستاذ شريف؟ تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي برنامج الحياة اليوم. زي ما حضرتك تفضلت وذكرت في البداية انه التعديل يعني جاء خلاف للتوقعات ب10 وزراء. كان المتوقع انه 8 اسماء، هو في الحقيقة ال8 اسماء اللي احنا كنا بنتكلم عنهم خلال الفترة الماضية هم فعلا اللي تم تغييرهم، وأضيف اليهم وزيرين، اللي هو كان وزير المالية وكان موقفه غير واضح لانه هو نفسه قال انا لم اتقدم باستقالتي لاسباب صحية او غيرها. والمفاجأة الكبرى في هذا التعديل الوزاري اللي بنسميه يعني نقدر نقول عليه مفاجأة هذا التعديل هو خروج اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية من الوزارة. وده يمكن تم في آخر ساعات في التعديل الوزاري. ربما كان في خلاف بين جماعة الإخوان المسلمين مع الوزير أحمد جمال الدين، وحملوه بعض المسؤولية فيما حدث من حرق مقرات الإخوان، وصدرت تصريحات كثيرة من بعض المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين بيحمل وزير الداخلية هذه المسؤولية. ورغم أن الدكتور هشام قنديل كان راضي تماما عن أداء الدكتور اللواء أحمد جمال الدين، إلى أنه خرج التعديل الوزاري الأخير ليطيح به، وأصبح اللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير لقطاع السجون هو الوزير الحالي بدلا من اللواء أحمد جمال الدين. إذن وزارة الداخلية المرشح لها حاليا هو محمد. هل ده له أي علاقة بنشر أخبار عن أنه في 3 وزراء كانوا استقالوا؟ هل ما كان يعني إضافيين؟ احنا عارفين الوزراء اللي استقالوا في الأول قبل كده، لكن هل من ضمنهم كان وزير الداخلية مثلا؟ هو كان في معلومات جات لنا يعني خلال الساعات اللي فاتت دي بتقول انه الوزراء اللي استقالوا الاول الاتصالات والنقل ووزير الشؤون القانونيه والبرلمانيه، قال انه في بعض الوزراء التانيين او منهم 3 وزراء يعني قدموا بالفعل استقالتهم في الفتره الماضيه، وانه كان في محاولات لاقناعهم انهم يستمروا او يتم تبديلهم. ويمكن كان اللواء محمد ابراهيم من الاسماء اللي هي مطروحه دي، لكن احنا يعني لا نستطيع التاكيد في هذه اللحظه إذا كان هذا تقديم الاستقالة هو الذي دفع به الإطاحة بهذه الوزارة أم عدم رضا جماعة الإخوان عنه في المرحلة السابقة. على العموم احنا عندنا 10 وزارات زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وده غير اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، ده رئيس مصلحة السجون اللي شغل المنصب من حوالي 3 أسابيع. في أيضا الدكتور عمر سالم، وده وجه ليس جديد على الحكومة، هو كان يشغل وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وأصبح هو خليفة الدكتور محسوب، يعني أصبح بديلا للدكتور محسوب في هذه الوزارة. هناك أيضا عاطف حلمي، وده وزير الاتصالات. هناك ايضا الدكتور المرسي السيد حجازي، ده وزير الماليه، وده دكتور في الاقتصاد وليه توجهات في الاقتصاد الاسلامي، ويمكن ده بيتناسب مع المرحله بتاعه التوجه نحو الاقتصاد الاسلامي. انا كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي احنا عندنا كام وزير يمكن ان يقال عنهم انهم وزراء الحريه والعداله او وزراء من ترشيح الاخوان المسلمين في هذه الوزاره؟
اولا انا يعني عندنا وزير اخواني صرف وهو الدكتور محمد علي بشر، وزير للتنميه المحليه، وده شغل المنصب خلفا للمحافظ السابق احمد زكي عابدين، هو كان بيشغل منصب محافظ المنوفيه، وده طبعا ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين. هناك ايضا وزير الماليه هو بترشيح من الجماعه، لانه قبل هذا الاختيار بيومين كان هناك اجتماع عقد الدكتور هشام أنديل مع عصام العريان ورئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب الحريه والعداله اللي هو عبد الله شحاته، واعتقد ان هذا الترشيح جاء من ترشيح جماعه الاخوان. يعني ان نستطيع ان نقول ان وزاره التنميه المحليه اشغالها اخواني، ووزاره الماليه تم ترشيح الوزير لها من قبل ايضا جماعه الاخوان المسلمين. امتى يا استاذ منصور هيتم الاعلان رسميا واداء اليمين؟ حاليا في هذه اللحظات اللي انا بتحدث فيها لحضرتك هناك لقاءات تجرى ما بين رئيس الوزراء الدكتور هشام أنديل، حضر 4 وزراء الى مقر مجلس الوزراء في هذه اللحظات، هم الان مجتمعون مع الدكتور هشام أنديل وزراء التنميه المحليه والنقل والاتصالات والداخليه، وباقي الوزراء مستمر توافدهم على مجلس الوزراء. دول حضرتك بتتكلم على الوزراء الجدد المرشحون الجدد؟ الوزراء الجدد وباقي الوزراء العشرة الستة اللي هم عشان يكملوا 10 وزراء دول هيستمر توافدهم على المجلس عشان يبقى في اجتماع بينهم وبين الدكتور هشام أنديل، وربما يخرجوا بتصريحات للصحفيين حول طبيعه المهام المسنده اليهم ودورهم في المرحله المقبله. غدا سيتم حلف اليمين امام رئيس الجمهوريه ليبداوا مزاوله مهام عملهم رسميا عقب حلف اليمين امام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه. ده متوقع انه هيتم بكره صح؟ غدا، مش متوقع، له اصبح نهائي، خلاص اصبح نهائي. حلف اليمين غدا امام رئيس الجمهوريه لبدء مزاوله عنه، خاصه انه الفتره قصيره لا تحتمل مزيد من التاخير بعد ان طال بالفعل امد التعديل الوزاري المستمر من اكثر من 10 ايام. يعني الاستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء في المصري اليوم، بشكرك يا فندم على وجودك معنا في الحليم، شكرا جزيلا. كده احنا زي ما تابعنا مع حضراتكم 10 اسماء بالفعل، في 4 من المرشحين لمقاعد الوزاره او اللي تم اعلان اسمائهم وهم مجتمعين دلوقتي مع رئيس الوزراء، اللي هم التنميه المحليه الداخليه والنقل والاتصالات. دول من الوزراء الجدد، ومن المتوقع انه كمان يستمر توافد المرشحين الجدد او الوزراء الجدد على مقر رئاسه الوزراء، علشان النهارده في اجتماع مع رئيس الوزراء قبل يوم واحد او قبل ساعات من الاعلان الرسمي ومن اداء اليمين.